اسألوا أهل الكوت، هم قصة مشهورة. أهل الكوت يقولون اجينا يم القاعدة الأمريكية على الطريق، لقينا لنا واحد جندي أمريكي لازم بيده كرتون، هسه الكرتون بأكل طعام، بس طعامهم هم هذا المعلب بسكت ما أعرف إيش ما أعرف، المهم جاي يوزع فرد شيء. هذا الأمريكي يجي للزوار، واحد ياخذ منه 50 ما ياخذون من عنده، مو يخافون، يا اما يخاف خطر على روحه، يا اما خاف الاكل ما ينسجم مع الشريعه الاسلاميه، يخاف. وصل الخبر لاهل الكوت، يابا اكو هذا جاي يجي وجاي يوزع على الزوار وما اعرف ايش، تعالوا شوفوا القضيه شنو. اجوا يتجمهروا عليه جماعه، وبها تدخلت هم الحكومه الاداره المدنيه، الحكومه المحليه هم تدخلت. سالوه للامريكي، الامريكي قام يبكي، قالوا له انت ليش تبكي وليش هالشكل سويت؟ اخواني يعني احنا مو يوميه، يعني الشباب جاي يصعدون للطابق الفوق، يا ريت لو بس مو مثل البارحه تسوون هوسه، شويه اللي قدام ما اريد اسوي قيام، شويه الي للمنبر تدنوا، الله يرحم والديكم، الاجر على قدر المشقه، على كيفكم بهدوء تدنوا للمنبر، الله يرحم والديكم. خلص على قعدتك، بس ازحف، خلص على قعدتك اخواني. اسال الله ان دائما مجالسكم عامره بهالصوره بجاه الحسين. بس هدوء جزاكم الله خير، هدوء، اذكروا محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم. زين، انت جاي على الشيعة ذول زوار ال40، يقول قام يبكي فترة من الزمن، صاح للمترجم تعال سولف وياهم، دا يحكي لهم، يقول لهم العام الماضي بهيج ايام الاربعينية وزيارة ابي عبد الله الحسين، انا واقف بباب القاعدة الامريكية، سألت قلت هذول الناس وين رايحين؟ المترجم قال لي ذول الناس رايحين يزورون الامام الحسين ابن علي ابن ابي طالب. بويا من الحسين؟ شويه سولفت له، يقول المترجم شويه حكيت له عن الحسين، يقول هذا واقف يمي بكى، قال انا صار لي 8 سنوات ما عندي بيبي، ما عندي طفل، ما عندي طفل، ما يقولون من ذنوبهم، مو احنا هسه من قلت لك ايش قد اكو شحه بالاطفال الان، ايش قد اكو ناس يعني جاي يعالجون مستشفيات العقم وغيره، لكن من كثره الذنوب الله سبحانه وتعالى جاي يقرض النسل شوي شوي مع الاسف. وما ادري هم هو يمكن عقاب الهي، ما ادري، يمكن ما اعرف، على العموم الحكي الى تفاصيل. فيقولون هذا قال انا صار لي 8 سنوات ما عندي اطفال، وتوسلت الله بهذا الرجل اللي جاي يروحوا له مشي، ذول الناس اللي جاي يروحون يجددون عهد إله، توسلت إلهي بحق هذا الرجل اللي اسمه الحسين، أريد أنا طفل. هو الرجل نصراني، ولكن بعد مرور شهر يقول أنا بهذا الشهر كل ما أنام أتعلق بهذا الرجل اللي مشوا إلى الملايين إلى قبره، كل ما أنام أتعلق به، كل ما أنام أتعلق أكثر. بعد مرور شهر خابرتني زوجتي قالت أنا رحت حللت، يقولون أنت صار عندك حمل. زين، بعد أكو تفاصيل بعد، يقول أنا قلت لهم أخذوني لذاك المكان، المترجم قال لي ما تقدر تروح لذاك المكان. ليش؟ أولا أنت مو مسلم، أنت نصراني، اثنين أخاف تنعرف، وأخاف عليك الوضع الأمني هم مو زين، لكن إحنا عندنا يقين، الشيعة عندهم يقين أنه إذا تصعد أنت فوق السطح وتتوجه الكربلة وتنخى الحسين، الحسين يسمعك، أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب، أنت الآن هذا الدرج عندك، أصعد توجه للحسين. يقول هذا أنا بقيت فترة 7 أشهر يومية أصعد على السطح أنخى الحسين، أبا عبد الله ثبت لي هذا الحمل، ثبت لي هذا الحمل. بعد 9 أشهر ويوم الزوجة أنجبت ولدا سماه حسين. هاي بركة الحسين يا شباب. الآن أنت في مجلس الحسين تسأل من الله بحق الحسين، وعندك قلب سليم وفطرة سليمة ونية صادقة، أقسم بالله وأنا على منبر الحسين ما ترجع فارغ، بس صفي قلبك، بس خلي نفسك تتنظف، وعلى هاي دموعك تقلب موازين الكون. إذا قلت له إلهي بحق الحسين بس كون قلبك سليم. ها أمريكي مسيحي يتوسل الله بالحسين. الإمام الصادق يوم من الأيام يدخل عليه أحد أصحابه